الله أكبر. نحن الآن داخل معسكر القرميد بعد تحريره بشكل كامل بفضل الله على أيدي أبطال جبهة النصرة جيش الفتح. قبل ساعات قليلة تم تحرير المعسكر بشكل كامل. يقوم الآن الطيران الحربي والمروحي باستهدافه بشكل عنيف جدا. معنا الآن أخونا أبو بكر الشامي أحد القياديين في جيش الفتح. أخونا أبو بكر، لو تشرح لي كيف استطعتم من تحرير كل هذا المعسكر الذي يعد أعتى المعسكرات في ريف إدلب؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله تعالى قمنا بالبداية بإدخال سيارة مفخخة ضخمة دخلت إلى الكازية فقتلت جميع من في الكازية وجميع من في الباب الرئيسي. فدخل الإخوة يمشطون الكازية وأخذوا المداجن، هذه المداجن التي هنا. نعم. والحمد لله رب العالمين. ولكن استعصى جنود النظام في الباب الرئيسي فقاموا بإدخال مفخخة أخرى يقودها أخ استشهادي تحوي 2 طن من المتفجرات، فجرت عند الباب الرئيسي، ثم انسحب الجيش النصيري نحو الزاوية الجنوبية الغربية، فقام الإخوة بملاحقتهم ومحاصرة مجموعة تحوي نقيب، فتم أسر بعضهم وقتل الآخر. والآن التمشيط وصل إلى حرش المصيبين ويعتبر معسكر القرميد محررا بالكامل. تم تحريره بشكل كامل الحمد لله. ما هي الخطوة التالية أبو بكر التي ربما تكون بعد معسكر القرميد؟ ولله الحمد الآن يعتبر 90% معسكر المسطومة قطع عنه الطريق تماما. يعني هم الآن يحاولون، أصبح محاصر بشكل كامل 90%. هم يحاولون الآن تأمين طريق انسحابهم، لذلك يدشمون الآن غرب المصيبين لتأمين طريقة انسحابهم. والآن تم توجيه مدافعنا نحو المسطومة وتوجيه مدافع أخرى نحو المصيبين، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنصر القريب. إذا كما نلاحظ القصف لا يكاد يهدأ بالبراميل المتفجرة على المعسكر القرميد بعد تحريره بفضل الله على أيدي أبطال جيش الفتح. نلاحظ أن القصف عنيف جدا، يحاولون حرق كل منطقة. الطيران المروحي في الأجواء، يذهب المروحي ويأتي الحربي. قصف عنيف جدا ومكثف. عندما يخسر نظام الأسد أي منطقة يقوم باستهدافها بهذا القصف العنيف. لو نركز الكاميرا قليلا على مكان القصف نلاحظ أن بشار الأسد جن جنونه تماما بعد أن فقد السيطرة على الأرض، يقوم بحرق المنطقة بأكملها سواء كانت عسكرية أو مدنية.